بما إن بقى الجو حر جدًا، فلازم نعمل مشروبات بقى تنعشنا في الحر ده، لازم نعمل مشروبات متلجة زي دي ومنعشة في نفس الوقت. هنعمل بقى الموهيتو مع بعض بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، وهتعمليه كده في 5 دقايق يعني، مش هياخد معاكِ وقت خالص. تمام كده؟ شايفين جماله عامل إزاي؟ شكله حلو وطعمه يجنن ومنعش جدًا. طبعًا طعمه يجنن بالنسبة لي، ممكن أنتِ ما تحبيهوش، ده بظروفها بقى أنتِ اللي تجربي وبراحتك خالص. بس الأول بقى نصلّي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي أنا حطيته المعلقة اللي أنا حطيتها دي، دي جيلي يعني لونه أصفر، جيلي مانجا أو برتقان براحتك خالص، أنا أهم حاجة عندي اللون. حطيت عليه شوية مَيّة صغيرين كده وقلّبته، تمام كده. حطيت بقى شريحتين ليمون وقطعتين من التلج وطبعًا الكوباية وورقتين من النعناع. طبعًا الكوباية التانية دي فيها عصير ليمونتين ومدوبة معاهم معلقة صغيرة من السكر. طبعًا المفروض كنت أعصر ليمون بالنعناع وكده، بس للأسف رُحت أشغّل الخلاط مش راضي ينطق نهائي، فأنا عملته بقى بالطريقة دي وطلع مزز وطعمه حلو جدًا. حطيت شريحتين ليمون برضه، ورقتين من النعناع وقطعتين من التلج. طبعًا اللي أنا هاصُبّه ده دلوقتي إيه، فيمتو اللي هو المشروب ده اللي هو بيبقى ألوان كده. شايفينه عامل إزاي؟ ده بيتباع في السوبر ماركت عادي جدًا، شريحتين ليمون بقى وورقتين من النعناع وكده. طبعًا أنتِ ممكن ما يبقاش عندِك الفيمتو ده، يبقى اعملي بألوان الجيلي، يعني جيبي كام باكيت جيلي بنفس الألوان مختلفة يعني واعملي زي ما أنا عملت كده. ممكن تستعملي زي ما أنا عملت دلوقتي، شايفة النقط اللي أنا حاططها دي، ده ألوان غذائية بنجيبها من مستلزمات الحلويات برضه. واللي أنا باصُبّه ده طبعًا 7 أب أو سبرايت أو أي مياه غازية تكون شفافة، لونها زي المَيّة، ما ينفعش يبقى لها لون. وهنصُبّه بقى، المفروض طبعًا الفيمتو الأخراني اللي هناك ده اللي لونه أحمر برضه كان يبقى لونه أزرق، يعني بنتي قالت بتاع السوبر ماركت عايزاه لونه أزرق من جوّه ادّاه لها، بس للأسف وأنا باصُبّه لقيته لونه أحمر برضه. بس الألوان يعني مبهجة، بيبقى شكلها حلو، إنما بتغيّر في الطعم. هو كل واحد بصراحة ليه طعم لوحده، يعني كل واحد هتلاقيه طعمه لوحده كده، حاجة منعشة جدًا كده ولذيذة جدًا وهترطّب بقى في الحر اللي إحنا فيه ده. أنا كده خلّصته، شايفين؟ ما فيش أسهل من كده، عملنا حاجة كده يعني ممكن يبقى عندِك ضيوف والّا حاجة وتعملي بقى جيبي ألوان غذائية مثلًا من السوبر ماركت أو من مستلزمات الحلويات، نقطتين 2 بس وشريحتين ليمون وقطعتين تلج وورقتين من النعناع، وأي مشروب اللي هو 7 أب أو سبرايت وهتصُبّي وهتعملي أحلى حاجة ساقعة تقدّميها للضيوف. بس جرّبيها لنفسِك الأول عشان ممكن تحبيها وممكن ما تحبيهاش، تمام كده؟ مش نجيب للضيوف الأول ونقدّم لهم حاجة يعني ما يحبوهاش والّا كده. جرّبيها الأول لو عجبتِك ابقي قدّميها للضيوف. بس شكلها جميل جدًا وطعمها جميل جدًا بالنسبة لي طبعًا زي ما قُلت لكم. جرّبوها وبألف هنا وشفا للي يجرّبها.